على هؤلاء خاتمي الرئيس السابق لإيران في جلسة خاصة لا يستهزئ بمقام واحد من العامة، وإنما يستهزئ بمقام النبي صلى الله عليه وسلم، يستهزئ بمقام فاطمة، يستهزئ بمقام الحسن والحسين. هل تقبلون؟ شاهدوا معي ثم نحكم بعد هذا الفصل. و این تخصصش در خواندن روضه یعنی داستان عروسی حضرت زهرا بود و خصوصیتش هم این بود که اینجور میکنه خیلی هم میپسندین ادبیات و لبو ادبیات گفت شبی که حضرت را عروس کردن و میدوزن به خانه، حضرت پیامبر جلوی حضرت زهرا حرکت میکرد، در طرف راه امام حسن و حضرت خدیجه به سینه میکرد که قربان مظلومیت دختر نكتة مفهومة وغير مقبولة وفاضحة، خاصة من رجل يضع على رأسه عمامة ويقول إنه ينتمي لفاطمة الزهراء وإنه يدافع عن عرضها، وإذا به يقع في عرض فاطمة الزهراء. كيف تذهب بالحسن والحسين إلى بيت زوجها الذي لم تزف إليه؟ هذا قذف في حق الزهراء، وهذا استهزاء بمقام النبوة لا يليق بنا أن نقبله، ولا أستطيع أن أتكلم. شيخنا، أنا لا أكاد أصدق حقيقة أن إنسان ينكت لأنهم ضحكوا بعد أن قال هذا. لا أصدق أن أحدا ممن ينتسب إلى الإسلام يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة عرس فاطمة رضي الله عنها كان يمشي أمامها رويدا وعلى يمينه الحسن وعلى يساره الحسين. وأعتذر عن التعليق لأن في مثل هذا هتك لعرض فاطمة ولو على سبيل النكتة. وبعض الإخوة لامني إذ قلت في الحلقة الماضية إن هناك كثير من أعداء الإسلام يتعممون بعمامة الإسلام ثم يطلقون مثل هذه الأقوال والأفكار والنكت على سبيل التنكت. يعني كيف يليق وقد نص القرآن الكريم على كفر من يستهزئ بآيات الله وبرسول الله صلى الله عليه وسلم وبالصحابة. والقصة معروفة مشهورة عندما قال بعض المنافقين إن النبي صلى الله عليه وسلم سيهزم وتكلموا عن الصحابة ما رأينا أرغب منهم وإلى آخره. فقال النبي الله سبحانه وتعالى قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فالاستهزاء بالله، الاستهزاء النكت في الله، النكت في كتاب الله. قل ما عندهم نكت في كتاب الله لأنه منتهي عندهم كتاب الله، كتاب الله منتهي. الاستهزاء يعني كيف ساغت له حتى على سبيل النكتة أنه الحسن عن يمين واليسار وعائشة تتقدم نعم. إلى الزواج إلا في احتمال. لا احتمال فاطمة تتقدم إلى الزواج. نعم في احتمال أن الحسن والحسين على مبدأ النصارى مخلوقان قبل الولادة، خلقهم الله سبحانه وتعالى ثم رجعهم مثل ما يقولون في عيسى. إذن فما أضحكهم في هذا؟ ما أضحكهم؟ سبحان الله عجيب جدا. أنا أقول لك لا أكاد أصدق أن إنسان في قلبه لا أقول إيمان فقط، هيبة. أنا استغربت من نعم شيخنا حينما كنت تقول إنهم لا يقبلون أن يسقطوا هيبة علي ولا فاطمة ولا الحسن ولا الحسين. نعم. قلت لك في الظاهر، ولكن ربما أسقطوها بينهم وبين أنفسهم. أنا استغربت منك مقاطعتك حقيقة، وقلت لا يمكن
أنهم يستهزئوا بعلي ولا على سبيل التندر، هذه قباحة. نعم، يعني لما وقعوا في طلحة والزبير قلنا هم يسبون الصحابة وهم أعداء. لما وقعوا في أبي بكر وعمر قلنا إنهم أعداؤهم، ولكن فاطمة الزهراء أمهم. أعوذ بالله. والحسن والحسين معصومان عندهم، فكيف يقبلون أن يقولوا وأن يقعوا في عرضهم هكذا؟ حتى نعم، هذا أمر خطير، لكنه هذا دلالة على أن الناس، على أن كثيرا منهم مردوا على الكذب حقيقة، مردوا على القول بغير دليل، مردوا على الطعن بدين الله من أبواب شتى.